زي مش بتاكلي ابنك بعد ال40 ويعمل بقى سكرين شوت للكلام اللي هم قالوه ويروح يخبطها في وش مراته. عمرك سالتي نفسك ليه جوزك بيسمع كلام كل الناس الا انتي؟ كلمه من مامته، نصيحه من صاحبه، كلامهم بيتنفذ على طول الا انتي، كلامك بيطير في الهوا. طبعا الموضوع مش صدفه ومش عند، الموضوع ان الراجل ده اتربى على حاجه معينه. لازم نشوف المشكلة الأول علشان نعرف نحلها ونعرف نرجع استقرار البيت تاني. بس قبل ما ندخل في الموضوع، لو مش عاملة اشتراك اعملي علشان تشوفيني تاني وتكملي معانا باقي السلسلة، وتعملي لايك لو الفيديو عجبك. أكيد الراجل ده لما اتربى كان ممنوع يقول لأ لمامته أو باباه، يعني ممنوع يعترض على أي حاجة، وبالتالي طلع شخصيته ضعيفة وما بيحبش يزعل اللي حواليه، علشان كده دايما ما بيقولش لأ. أوضحها لك، يعني اهله كانوا متسلطين، يعني ايه اللي نقوله لك تنفذه عمياني من غير كلام كتير، واحيانا بيربوه على انه ما يقدرش يعيش من غيرهم وما يعرفش ياخد قرار من غيرهم، ما يعرفش يعمل خطوة من غيرهم. نفس الشخص ده بقى لما بيجي يتجوز بياخد مامته عشان تنقي العفش، ولو اتكلمتي معاه طبعا مش هيوضح لك اللي هو ما بيعرفش يختار ولا هي لازم هي اللي تختار له، لا هيقول لك ايه هي فرحانة بيا. طب ما هي فرحت في حاجاتها وهي جاية تتجوز، انا جاية اتجوز تفرح هي ليه؟ انا مالي. طبعا الموضوع مش حكاية فرح، خلاص بقى احنا مش هنسيح للراجل. الاسباب بقى اللي وصلته لكده ايه؟ واحد، هو بقاش عنده ثقة بالنفس لانه مش قادر ياخد القرار، لانه ما اتعودش اصلا من البداية او هو صغير انه ياخد قرار، فتلاقيه دايما بيخلي اللي حواليه ياخدوا قراراته علشان هو خايف ياخد قرار. تاني حاجة، بيخاف من الرفض، فطبيعي لما بيجي حد يسأله عن رأيه بيقوله تمام ماشي ويمشي الموضوع علشان محدش يهاجمه لو قال حاجة غلط. رابع حاجة، هو شخص اعتمادي، يعني انت اللي بتقومي بدور كل حاجة، هو ملهوش دعوة بحاجة، وطبعا ما بياخدش قرار علشان ما يطلعش هو غلطان في الاخر لو القرار ده كان غلط. نيجي بقى على المجتمع واللي بيعملوا في الناس دي. في مجتمعات طبعا بتشجع ان هو يسمع كلام مامته، يسمع كلام اخته، بس ما يسمعش كلام مراته. انت كده مش راجل في بيتك. لا فوق كده. بس هو كده ابن مامته، لا 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 لا، بس هو لو سمع كلام مراته يبقى كده مش راجل في بيته. وبطبيعه مجتمعنا ما شاء الله لما يعرفوا في مشكله ولا حاجه، ايه يا ابني مالك شكلك في حاجه، فهو يقر ويقول كل حاجه ويعمل بقى سكرين شوت للكلام اللي هم قالوه ويروح يخبطها في وش مراته. يعني مثلا واحد واخد مراته على انها بتشتغل خلاص عادي، جه فتره قللت، عملت مشكله، ما نظفتش كويس، حاجه حصل حاجه بسبب الشغل ده، وهو اتكلم مع اصحابه مره واحده كده الراجل خارج من البيت راضي بالشغل، راجع مش راضي بالشغل خالص. لو جوزك فعلا عمل حركه زي كده ومش عارفه تردي عليه، اتفرجي على الجزء الاولاني هسيبهولك تحت وانت هتعرفي تردي عليه ازاي وامتى. تاثير كل المشاكل دي عليكي اللي انت بتفقدي الثقه فيه وفي نفسك وفي قراراتك وفي قراراته وتبقي مش طايقه نفسك، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، في قرارات غلط بتمشي على عيالك من ناس تانية غريبه، وانت اصلا المفروض انت ادرى بيهم، لا انت ما تتكلميش خالص، امي عارفه اكتر منك، دي مربيه شحاطه، انت عبيطه ولا ايه؟ زي مش بتاكلي ابنك بعد ال40، المفروض خلاص يعني يقدر يستطعم محشي. ده لو ما اكلتوش من وراكي يعني. طبعا دي ثغره من الثغرات اللي انت بتواجهيها، اكتبي لي تحت في التعليقات مواقف اكتر من كده مريتي بيها. كل المشاكل دي بتوصل ال6 ساعات اللي هي تخرب بيتها بايديها بسبب الخنقه اللي هي فيها، وبسبب ان كل الناس بتاخد قرارات عيلتها واسرتها وهي لا. وطبعا احنا مش هنوصل لكده، احنا جايين نحل، واتفرج على الجزء الاولاني وبعد كده استمر معانا وان شاء الله هنحل الموضوع ده. نهايه الفيديو عايزه اقولك ان العيب مش فيكي، هو اتربى تربيه غلط واحنا هنحاول نصلح الموضوع ده. هو التربيه وتاثيره عليه والمجتمع بيزق معانا في حاجات غلط، بس معلش احنا هنحاول نعمل اللي علينا وفي الاخر هنمشي بيتنا زي ما احنا عايزين باذن الله. يعني نزق مع بعض كده فيديوهات ونحاول نشجع بعض في التعليقات، عشان ان شاء الله الفتره اللي جايه هحاول اعمل فيديوهات كتير. مش قادره اقول رقم معين هينزل كام مره في الاسبوع، بس على قد ما اقدر يعني. على قد ما اقدر. ورايا عيال والله لازم. ورايا عيال مطلعين عيني وكنت الفتره اللي فاتت دي كنت تعبانه عايشه على مسكنات، فالحمد لله يعني. بس يعني شجعوني في التعليقات علشان اقوم اصور وايه كده. اهم حاجه نفسيتك تبقى تمام عشان البيت كله يبقى تمام. وبس كده، لو انت اول مره تشوفيني اعملي اشتراك علشان تشوفيني تاني او متابعه، واعملي لايك لو الفيديو عجبك. وبس كده، سلام.